يا مساء الفل، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من اخر فيديو. يوم جديد وفيديو جديد وفيديو النهارده بقى فيه تريكات وحركات حلوه جدا للكفته. لو اول مره تشوفيني، انا اسمي ناديه ودي قناتي. بتمنى تحطي لايك للفيديو لو عجبك واشتراك للقناه. اول حاجه كده زي ما انتم شايفين، دي الكفته هنشويها في الفرن من غير فحم، من غير دخنه، من غير يعني ايه وقت ومجهود كمان. زي ما انتم شايفين ده كيلو لحمه بلدي، اللي هي اللحمه الكندوز. اللهم بارك، يعني حاجه كده فل الفل. ايه رايكم؟ هقول لكم على تريكات وعلى حاجات كده هتضيفها لها، هتطلع معاكي الكفته احلى من اللي انت بتجيبيها من الحياتي. اولا طبعا لو انت هتعمليها في البيت، هتحطي تحتيها بقدونس متخرط، وهتحطي طبعا في طبق تقديم. انا طبعا عشان انا عاملاها لحماتي ورايحه لحمايه ورايحه بالليل المستشفى وكده، فاضطريت احط ورق فويل من تحت، وهغطيها برضو بورق فويل. الافضل برضو يبقى ورق زبده، تمام. وهحطها في علبه تلاجة زي ما انتم شايفين كده، بلاستيك يعني محكمه الغلق علشان تبقى سخنه، لان المشوار طويل شويه. خلاص. وعملت له كده طبق رز ابيض حلو كده بالزيت الذره برضو، هفضله في العلبه زي ما انتم شايفينه معايا، وهقفلها. دعوه حلوه بقى كده من اختكم حبيبتكم، دعوه حلوه بقى كده لكل مريض، ربنا يشفيه ويعافيه اللهم امين، ويشفي حمايه ويشفي مرضى المسلمين اجمعين. يلا نقول بسم الله وندخل على تفاصيل الفيديو. اول حاجه ومبدئيا كده، انا معايا كيلو لحمه بلدي، اللي هي اللحمه مفرومه، وطبعا لازم تكون ناعمه شويه في الفرن. تمام، يعني بدل ما تفرميها وشين، خليه يفرمها لك ثلاث مرات، تمام. تبقى اللحمه ناعمه وحلوه. وطبعا انا منعه منها اي دهون تماما، يعني مش حاطه دهون. انت هتعمليها ليكي بقى، ممكن تحطي 100 جرام دهن ليا، تمام يا بنات. ومعايا بصلتين حلوين كده كبار، انا بشرتهم بالمبشره، وحطيتهم في المصفى السلك، ورشيت عليهم رشه ملح. نزلوا كل الميه اللي فيهم زي ما انتم شايفين. انا مش هاخد الميه بتاعه البصله على الكفته، لازم اصفيها كويس جدا جدا. التفل بتاع البصل ده هرميه على اللحمه، تمام. بس اهم شيء تصفيه كويس، عشان مش عايزين سوائل خالص في الكفته. كده اخدت التفل بتاع البصلتين والميه ركنتها على جنب. دلوقتي اقول لكم اعمل بيها ايه. معايا كده توابل كفته او بهارات كفته، حطيت معلقتين صغيرين بمعدل معلقه كبيره. حطيت برضو رشه فلفل اسمر، رشه كمون، رشه بهارات اللي هي السبع بهارات. ومعايا نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ولو مش متوفر عندك بديلها كربونات الصوديوم اللي احنا بنحطه على الطعميه، ممكن تحطي ربع معلقه او نص معلقه صغيره. فايدتها ايه للحمه المفرومه او للكفته؟ بتخليها تتنفس. فاهمين يعني ايه تتنفس؟ صابع الكفته مبقاش مكتوم، يبقى مهوي شويه كده او مفتح، تمام. بالجلوفز بقى كده لبست في ايدي، وهقلب كل المكونات اللي انا حطيتها دي علشان كلها تندمج مع بعضيها. ولو عندك عود بقدونس ممكن تخرطيه بمعدل معلقتين متخرطين بقدونس او 3 معالق، تمام تمام. جبت بقى الصينيه بتاعتي والميه بتاعت البصل، حطيت عليها رشه فلفل اسمر، حطيت معلقتين زيت ذره كده حلوين، ورشه فلفل اسمر، ما حطيتش زياده عن كده. مش هحط ملح، لان انا كنت رش على الفلفل، رش على البصله ملح، تمام، عشان ما تبقاش حادقه قوي. لو عندك معلقه كاتشب او معلقه صلصه ممكن تقلبيها عليها. وانا بقى بصبع كده الكفته، بدهن ايدي بميه البصل. معلقه الصلصه ليه؟ بتدي معاكي لون حلو جدا جدا للكفته وانتي بتحمريها، بتخليها تطلع معاكي مقليه واخده لون دهبي حلو قوي. خلاص. بايدي بقى كده باخد حته اللحمايه على قد ما انا هعمل الصابع، وبايه وبصبع. بس اهم شيء انا دهنت السيخ الاول، تمام. مش متوفر برضو عندك سيخ، هقولك ايه اللي متوفر عندك. لو قلم، امسكي اغسليه ونضفيه كده واعملي عليه ايد مقوار بقى، او ايد مسن بتاع سكينه، تمام قوي. ممكن تصبعي عليه لو مش من عندك، لو ما عندكيش سيخ بتاع كفته. كده زي ما انتوا شايفين بصبع، زي ما انتوا شايفين، وببل ايدي ميه البصله كده وبصبع بيها. بتدي ريحه حلوه جدا جدا للكفته، وبتخلي طعمها بصوا حاجه كده تحفه. طبعا هندخلها الفرن، مش هنقيد فحم بقى ولا ندخن ولا اي حاجه خالص. انا اول ما صحيت من النوم النهارده قلت اعمله قبل ما اروح، علشان اخد له معايا الاكل. فطبعا لازم يبقى اكل خفيف، من غير دهون خالص، من غير يعني دسم، او ما يكونش مثلا تسبيكه او اي اكل. احنا بناخد اكل خفيف. بعد ما خلصت الكميه كلها، بقول لك لو فاض معاكي حبه ميه بصل زي كده، وطبعا هتحطي عليهم معلقه صلصه، هتديني بيها وش الكفته وهي في الفرن، تاخد معاكي لون حلو قوي. بصي سخنه مش عارفه امسكها، شايفين الجمال؟ تحفه. لون من تحت وفوق حلوة جدا، طرية وجوسي وحاجة كده فوق الوصف. كده خلاص خلصنا الكفتة. وانا بقى كنت عملت طبق رز ابيض كده، عملت له رز ابيض. هحط طبعا ورقة فويل
والافضل ان انت ما تحطيش ورق الفويل مباشرة كده على الاكل. لو عندك ورق زبدة ممكن تحطي على ورقة الفويل دي ورقة زبدة، بس انا مش متوفر، فالموجود عندي انا عايزة اخلص علشان اكسب وقت قبل ما الزيارة ما تفتح. تمام كده خلاص. انا حطيت بقى كفتة كلها، رصيتها في العلبة زي ما انتم شايفين. شايفين الجمال؟ تحفة يا بنات والله. جربوها كده وقولوا ايه رأيكم. هجيب بقى ورقة فويل واقفل برضو علشان تفضل سخنة معايا، علشان الطريق طبعا هي كده كده الجو يعني ما شاء الله ربنا يرحمنا برحمته، الجو حر جدا فمش هتلحق تبرد يعني. قفلت بقى كده عليها خالص. وبعد كده هحط بقى الرز، هفضيه برضو في علبة، لان ممنوع اي حاجة معدن او اي حاجة تدخل المستشفى، لازم كله يبقى علب بلاستيك او علب تلاجة زي كده. بس تمام قوي زي الفل. اقفل برضو العلبة كويس. ومعايا بقى شنطة حراري بتاعت اكل اصلا يعني ما شاء الله بتحتفظ بحرارة الاكل. هحط بقى العلب كده فيها. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكونوا بيطلعوا من فيديوهاتي مستفيدين. بحبكم في الله يا احلى اخوات في الدنيا كلها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله.